اهلا بيكم. معكم محمد السيد برنامج درافت. النهارده هنتكلم عن فريق من الستة الكبار هو ليفربول. ليفربول السنه دي مغير كتير في الفرقه. كلوب اكتشف انه بعد السنه اللي فاتت محتاج يتخلص من شويه لعيبه سنها كبير او ان هي بتلعب في الملعب بقالها كذا سنه، زي هندرسون كابتن الفرقه وفابينيو. فجاب صفقات مفيده ليه. فدلوقتي احنا هنتكلم عن ليفر ونشوف عملوا ايه في الماتشات التحضيريه وايه الطريقه اللي كانوا بيلعبوا بيها وايه اللعيبه اللي ممكن تفيدنا منهم. مبدئيا الليفر ثابت على طول نفس الطريقه، على طول بيلعب 4-3-3. تمام. الجديد بقى الصفقات اللي جت في نص الملعب زي سوبوسلاي وماكاليستر، برضو ان فابينيو مشي وهندرسون مشي، بالتالي هو ما عندوش لعيب ستة مباشر. هو لسه بيدور ان هو يشتري لافيا من ساوثهامبتون، بس لسه الصفقه ما خلصتش لحد دلوقتي وما نعرفش هيبتدي الدوري كده ولا هيكون ايه الحل. فخلينا نتكلم عن الليفر خط خط ونشوف ايه اللعيبه اللي ممكن نستفيد منها. مبدئيا هو في الماتشات الوديه كان بيغير كتير في خط الهجوم. طبعا مركز صلاح كان ثابت، انما المهاجم كان بيغير، ساعات داروين كان بيلعب مهاجم، ساعات جوتا كان بيلعب مهاجم، وساعات جاكبو. فاحنا لو جينا نبص في اللعبه في الفانتزي هنلاقي ان في بسبعة ونص موجودين، هم داروين وجاكبو، هم الاثنين نزلوا مهاجمين. حتى جاكبو كان نص ملعب السنه اللي فاتت، السنه دي بقى مهاجم. ولو نرجع شويه لنص الملعب، طبعا صلاح ب 12 ونص، من اكتر اللعيبه اللي الناس مختاراها وموجوده عندها السنه دي. كالعاده برضو صلاح يعتبر من اهم اللعيبه في الفانتزي، مهم جدا 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 ان انت تبتدي بيه. حتى لو ما ابتديتش بيه لازم يبقى عندك في التشكيله زي بالانس، ان انت تعرف في اي وقت تقدر تجيبه، بحيث انت ما تعملش كذا ترانسفير او ما تبوظش تشكيلتك علشان تدخل صلاح عندك. وطبعا صلاح ضامن ان هو اساسي، صلاح ما فيش حد في مكانه اصلا، فهو كده كده الوحيد في الخط اللي قدام هو اللي ضامن ان هو بيلعب. طبعا ضربات الجزاء ومش محتاجين نتكلم عنه يعني. هنروح للناحيه الثانيه، فبرضه بيتبدل فيها ما بين لويس دياز وبين دييجو جوتا. مش عارفين لسه مين الاساسي فيهم، بس انا بعتقد ان كلوب بيحب دياز اكتر، يعني هو بيميل ان هو يلعب دياز على الطرف وجوتا مهاجم. طبعا الصفقات الجديده زي سوبوسلاي ماكاليستر طبعا كلنا شفنا السنه اللي فاتت، كلنا عارفين ماكاليستر كان عامل ازاي مع برايتون. طبعا مع ليفربول الفعاليه دي هتقل، لان هو مش هيبقى مع ضربات الجزاء، مش هيتقدم بالطريقه اللي كان بيلعب بيها مع برايتون، ولا هياخد نفس الادوار دي في الملعب. هو عموما بستة، بس انا ما اعتقدش ان ماكاليستر هيكون مهم. الطرف التاني في نص الملعب هو سوبوسلاي. سوبوسلاي لعيب كويس جدا، بيلعب في مراكز مختلفة، بيلعب فاولات، بيشوط من بعيد، اسيستات كتير بصراحة. يعني كان من اللعيبة اللي مكسرة الدنيا في الدوري الألماني مع لايبزيج، وكنت أتمنى إن أنا أشوفه مع فرقة كبيرة. هو سوبوسلاي نزل ب7، برضو لسه عايزين نتفرج عليه في الدوري الإنجليزي بالذات. الليفر نشوف هيبقى ادواره في الملعب، هيعمل ايه، هيتحرك ازاي، هيبقى في مكان قريب من الجون ولا بعيد. هنيجي نرجع شويه على الدفاع. مبدئيا الدفاع الليفر ارنولد ب8، كل الناس اغلب الناس رايحه تجيب ارنولد ب8. ارنولد غالي جدا، انت لو جبت ارنولد ب8 فده معناه ان انت يعني بتدفع جزء كبير في تشكيلتك في مدافع، وبيجي على حساب مراكز تانية. خلينا كده مع بعض نشوف هل ارنولد السنه دي هيبقى بنفس فعاليه السنه اللي فاتت، هل هيلعب في نص الملعب زي ما حصل اخر السنه اللي فاتت ولا لا. هو ارنولد في الماتشات الوديه كلها ما لعبش في نص الملعب، لا كان بيلعب باك يمين في مكانه الاساسي زي ما هو. وغالبا السبب في الموضوع دوت ان مفيش فابينيو، مفيش هندرسون، مفيش حد يغطي ورا ارنولد لما هو بيتقدم. الزياده اللي ارنولد كان بيعملها لما كان بيلعب في نص الملعب كانت هتبقى على حساب حد
من نص الملعب بيرجع يغطي هو المساحه اللي وراه دي، وطبعا كلنا عارفين المساحات اللي في ظهر ارنولد عامله ازاي. فلغايه دلوقتي لسه ما فيش الناس اللي جت دفاعيا مش قويه زي قبل كده. كورتو جونز هو اللي كان بيلعب مع رقم 6 في الماتشات الوديه، وده مش حلو لان جونز مش قوي دفاعيا. فانا شايف ان 8 في ارنولد كتير كتير كتير، وحرام ان انت تجيبه وتبوظ بقيه التشكيله او تبوظ الخط اللي ورا علشان الفاولات مثلا او الشوط من بعيد او الاسيستات اللي عنده اللي بيعملها، اللي اعتقد انها تبقى قليله، يعني مش هيبقى في فعاليه كل موسم. الناحيه التانيه روبرتسون السنه اللي فاتت مستواه كان سيء، كانش اللي هو ب6.5 برضه غالي يعني. ودفاع الليفر في الماتشات الوديه ما كانش قوي، دخل فيهم جوان وكانوا بيعانوا يعني. هنروح للخط الناس اللي في القلب. فان دايك موجود ب6، واللي هيلعب جنب فان دايك هو في دلوقتي اللي موجودين جوميز وكوناتي وماتب. اعتقد جوميز بعيد اخر واحد ممكن يلعب فيهم، فهو هيكون الروتيشن ما بين كوناتي وما بين ماتب. الاتنين سعرهم 5. انا شايف انت لو عايز تجيب حد من دفاع الليفر فكوناتي اختيار كويس جدا، يعني كوناتي ب5 ارخص واحد في الخط وهيكون اساسي، فاعتقد ان كوناتي كويس جدا لو انت عايز تجيب حد من دفاع الليفر، بس في نفس الوقت ما يكونش غالي، يعني بحيث ان هو ده يعوض لك ان لو حد عنده ارنولد او عنده روبرتسون وعمل كلين شيت، فيبقى عندك حد من الليفر خد نفس نقط الكلين شيت بتاعت الناس دي. طبعا اليسون ب5.5 من الحراس الغاليه. ف نيجي نتكلم عن الجدول بتاع ليفربول مع بدايه الدوري او الاقل اول 5 ماتشات. مبدئيا كده هيبتدوا الدوري مع تشيلسي، يعني اول ماتش في الدوري ليفر وتشيلسي، فده هيبقى حاجه صعبه، ماتش تقيل. لسه برضو تشيلسي فرقه لسه متكونه جديد، فهيبان في الماتش دوت امكانيات كل فرقه واعتمادهم على مين اساسيين وطريقه اللعب اللي ممكن نشوفها بعد كده الليفر عندها بورنموث ونيوكاسل واستون فيلا وولفز. اعتقد جدول مش صعب وفي نفس الوقت مش سهل، يعني يعتبر في ماتش وماتش ماتش وماتش. استون فيلا قويه، نيوكاسل طبعا قويه، بورنموث هيبقى ماتش برضو هنشوف امكانيات الفرقه الهجوميه اكتر. والله انا بالنسبه للليفر يعني بالنسبه للليفر انا شايف ان لازم تبتدي بصلاح، يعني ماتش تشيلسي كويس، ماتش بورنموث كويس، لحد ما نشوف الفرقه عامله ازاي. حتى لو الاداء ما كانش قوي، بس الفرقتين دول يساعدوا ان ممكن يكون في اداء هجومي، وبعد كده نشوف مين ممكن نعتمد عليه في الهجوم تاني. شايف ان ارنولد صعب جدا يبقى موجود في التشكيله خصوصا مع سعره دلوقتي، وممكن كوناتي يبقى احسن حل من دفاع الليفر لانه ب5. شكرا.